بص يا سيدي، ورقة وقلم وهقول لك ازاي تعمل دايت غلط وتضيع وقت على الفاضي وما توصلش لأي نتيجة نهائي. هتقول انا هوقف اكل تماما ومش هاكل عشان اخس بسرعة، وغالبا بتستحمل طول اليوم بس بالليل بتجوع جدا وبتاكل بكميات كبيرة. هتعتمد على نفسك وهتقول انا مش هروح لمتخصص، وهتدور على النت وتمشي على اي دايت بدون ما تعرف يناسب جسمك ولا لا. فبيكون مفيش نتيجة وترجع تاكل زي الاول واكتر، وزنك يزيد اكتر. هتوقف نشويات تماما عشان تخس اسرع، بس اللي بيحصل انك بتضعف اسرع وعضلاتك بتتكسر وتتعب، وترجع تاكل تاني عشان مش قادر من التعب. هتقول انك نازل الجيم وهتجرب اي حاجة بدون اي تخطيط، فيا ظهرك يا ركبتك هتوجعك، وهتوقف الرياضة وترجع للاكل تاني. هتعتمد على ادوية التخسيس بدون اتباع اي نظام غذائي، واعتبار ان الادوية شيء مساعد لعدم الشعور بالجوع. عاوز اقولك انك لو اعتمدت على الادوية بس، ففي الاخر وزنك هيرجع ازيد من الاول. انك بعد ما تتعب وتلتزم وتعمل عكس اللي قلنا عليه غلط، تمشي صح ووزنك ينزل فجأة، تفرح باللي وصلت له وتسيب الكوتش اللي متابع معاه مرة واحدة وترجع تاكل زي ما كنت قبل كده. برضه هترجع وزنك اكتر من الاول. ما توقفش غير لما الكوتش يقول لك كده تمام. عايز تعمل دايت وتخس من وزنك؟ الموضوع بسيط جدا، بس محتاج انك تعرف تبدأ ازاي، وايه اللي جسمك محتاجه بالظبط، وايه النظام والتعليمات اللي تمشي مع جسمك. اعمل دايت مرة واحدة صح وهترتاح بقية عمرك. بس يا سيدي.